ماتت هي لأحيا أنا شيماء خميس، ودي حكاية على الماشي. كاميليا جميلة الجميلات سنة 1950 حست بتعب شديد في معدتها، فبدأت ترتب عشان تسافر تتعالج بره وتحديدا في سويسرا. فطبيعي اتصلت بشركة الطيران عشان تحجز أول طيارة طالعة على سويسرا، بس موظف الحجز قال لها مفيش حجوزات نهائي، فألحت عليه جدا. فقال لها أنا هعمل اللي أقدر عليه عشان أوفر لك تذكرة. وهوب قبل ميعاد الرحلة في راكب اعتذر ورجع تذكرته، وسافرت كاميليا مكانه. ويشاء القدر ان الطياره تقع في مدينه الدلنجات في البحيره بعد طلوعها من مطار القاهره، وما تلاقاش من كاميليا غير فردة جزمه كانت لابساها. والمفاجاه بقى ان اللي رجع تذكرته في اخر لحظه هو الكاتب الكبير أنيس منصور، وسجل الصدفه اللي حصلت دي في مقاله ليه بعنوان ماتت هي لأحيا أنا. الله يرحم كاميليا الفنانه الجميله ويرحم الكاتب الكبير أنيس منصور.